عمرك سألت نفسك ليه بتحب ريحة البنزين بتاعة الموتوسيكل؟ في ريحة غريبة كده، لو أنت مثلا واقف ورا موتوسيكل ولا حاجة وشميتها بتعمل لك دماغ، مع إنها حرفيا دخانة حرق البنزين. بص يا سيدي، البنزين فيه مادة اسمها بنزين. نفس الاسم يعني عادي، ما تعبوش نفسهم حتى وغيروا الاسم. المادة دي بقى عبارة عن بخار بيدخل لجسمك عن طريق الشم، وبتنشط حاجة في المخ اسمها نظام المكافأة. ونظام المكافأة ده هو الحتة في مخك اللي بتشتغل لما فريقك مثلا المفضل يكسب ماتش ولا حاجة، ولا يجي لك حتى هدية حلوة، ولا تشرب كوباية عصير قصب بعد حجز الكورة على طول. يعني مخك بيفهم ريحة البنزين دي على إنها مكافأة، مع إنها كيميائيا حاجة خطر جدا، وممكن كمان تضر الجهاز العصبي لو تعرضت لها كتير. وعلميا بقى البنزين فيه حاجة اسمها هيدروكربونات عطرية، والمركبات العطرية دي بيكون ليها ريحة مميزة بتخش الدماغ من غير استئذان. بس خد بالك، الموضوع مش وردي قوي. الريحة دي لو تعرضت لها كتير ممكن تعمل مشاكل في خلايا المخ، يعني اعتبرها زي أي علاقة توكسيك بالظبط، ما تقربش منها. سلام.